السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس؟ عدنا والعود احمد. اونفان قلت غادي والله حتى نشد التليفون وغندير لكم شي اون بيتيت فيديو. صافي لونطون ما كو جي با ديفوزي. بون كنعتذر منكم، سمحوا لي والله العظيم، راكم عارفين ما كتكونش الخاطر، ما كتكونش عليه الخاطر، ما كنقدرش نحط فيديو في اليوتيوب. دونك هذا هو الخطا كنديرو. نورمالمون باش نضمن لكم الاستمراريه المهم ديال القناه خصني نبقى نحط فيديو في السيمانه كما كيديروا كاع لي يوتيوبر. مي بون ما كنديرش، خطا ديالي داكشي باش قناتي ما عمرها ما غتطلع. على اي ما يمكنش غتكون لا كان خدامه وكنشوفوا الماتشات ديال المنتخب الوطني وما غاديش نهضر عليهم. بطبيعه الحال كما شفتوا الافتتاح اللي كان اكثر من رائع، ما شاء الله. وشرفنا الامير مولاي الحسن ديك بالابتسامه ديالو، ومسكين حتى كتصب عليه وكلشي باش تشوفوا روح الوطنيه راه ما كاينش، حتى كتصب وكلشي خات من السماء وهبط وعطى الافتتاح. وعجبني الحال بصراحه. البنيه التحتيه عندنا ما شاء الله، يعني وعلى الرغم من الامطار الغزيره، يعني كيفاش الارضيه كتمتص الشتاء وما تشوهناش بحال ديك المره بالكراطه بقينا كنضربوا فهمتوا. يعني الملاعب عالميه، يعني احسن كاع من الملاعب اللي كانت في قطر. يعني الشتاء خيط من السماء وما اثرتش على مجريات المباريات الى اخره. يعني المجرى المباراه كيكون غادي، الريتم ديال الكره كتدحرج فوق الملعب بحال كتفرج في الملاعب الاوروبيه. يعني ما شاء الله. تحيه الناس اللي واقفين على هاد الشغل ديالهم. ومن طبيعه الحال كلشي بالرئاسه ديال صاحب الجلاله الحسن، صاحب الجلاله محمد السادس، الله ينصرو والله يخليه لنا. والامير مولاي الحسن، بقات لي فمي مولاي الحسن. والقجع السيد القجع في رئيس الجمعيه الملكيه لكره القدم راه داير مجهودات جباره حتى لواحد الدرجه ان الماتش اللي لعبنا مع مالي للاسف اللي تشوكينا فيه، بدا اصلا 2-0 مع جزر القمر. يعني الماتش ما عجبنيش، واخا ربحنا ب2-0 الماتش كان خالعني على حق. سبحان الله العظيم شفت شي اخطاء طراو ما بين نايف اكرد وما بين المرابط هو الحارس الحصن، يعني غلادياتور، محارب مجارد الى اخره. يعني ما ننساوش الخير ديالو في كاس قطر، كاس العالم ديال قطر. ولكن دابا راه بان ليا خصو يمشي للدكه، باسكو اصلا ولا كيدير اخطاء فادحه، ولا كيقدر وماشي ولا كيقدر ولا كيصيدنا. راه واحد البيلانتي وقيله الاربيط حشم منه وصافي، شافنا البلد المنظم ومية كل ما شنو. راه دخل في اللعاب، راه فسد على رجلو ودفعو راه. اما واحد مشات هي سميتو جواد الياميق، حشومه اخويا. انت زعما راك لاعب ماشي اماتور، زعما جوار بروفيسيونيل، ودرتي فوت ديال اماتور. يعني شتيتي اللعاب باق، حشيتيه طيحتيه صيدتينا في بيلانتي كيما شفتوا الجمهور. يعني سخط من مور داك المشكل اللي طرا في الماتش ديال المالي. ديجا اصلا واخا كيما قلت لكم واخا ربحنا في جزر القمر، واخا النتيجه مشرفه، ولكن ما عجبنيش اللعب كان ديما زارع فينا تخوف. خصوصا ان وليد الركراكي سي فري سي ان غران ترينور ذكي لبس الحوايج، ولكن كان غبي في مع احتراماتي ليه. ما عجبنيش انا عصب المغاربه كاملين. يعني ماشي انت انك حاكم واعر وما نساوش خيرك ولكن ولا كيعتمد بواحد المنطق تيقول لك انا الكلاسمون مع الفيفا. الكلاسمون مع الفيفا شحال من ماتش ربحنا ولكن راه كدير ماتشات حبيين مع فرق ضعيفه بزاف. وبالتالي ملي كنطيحوا في كاس افريقيا كنلقاو الواقع المر ان اصلا التشكيله اللي كيدير تشكيله بيزا. بحال مثلا علاش دخلنا جواد الياميق، داير اخطاء فادحه. المرابط بانوا الديفوات ديالو حيدوا عنا صافي، لا اخطاء صاحبي. السيباري ما حطوش في البوست ديالو. دار خطا فادح هو انه حيد ابراهيم دياز وناحيه، هما اللي كانوا الوريضه، هما اللي كانوا الشعله في الماتش. يعني فاش عطاو مزيان في الماتش كان عليهم يخليهم، هما اللي كانوا يقدروا، هما اللعابه الوحيدين يقدروا يخلقوا الفرق في الدقيقه 90. يعني هما اللي زعما سي لي سول جوور كي اون انيمي لو ماتش، وكان عندهم ما يقولوا سبحان الله، بانوا كانوا في نهارهم. علاش السير وليد الركراكي حيدتيهم بردتي اللعب؟ راه الناس ما فهموش لي رياكسيون ديالو. يعني دار اخطاء فادحه بالنسبه المهم. اللي عجبني هانتوما الوجه الحقيقي ديال المنتخب بان. هذا هو المنتخب اللي كنعرفو، هو اللي لعب دابا مؤخرا مع زامبيا. راه افتاز زامبيا، راه كان بامكانو ياكل اكثر. كنعتذر الفريقات ديالي كيتفاعلوا معايا، ما كيسمعوا صوتي ديما كيتفاعلوا معايا مساكن، كنعتذر. دونك في الماتش ديال المغرب مع زامبيا
ils ont bien joué والله العظيم. الا هذا هو الماتش اللي كيبرد الغدايل، هذا هو. وشوف مساكن الجمهور كيفاش كيحضر وشتا كيعطي السما وطلبتي منهم قلتي لهم بغيت انا بغيت الجمهور اللي يبقى يدير لي سناب شات ولا يبقى يدير لي اليوتيوب ولا يدير لي ستوري، بغيت لي حط يتفاعل معنا، ومساكن حطوا حلاقهم حطوهم في الماتش. ومع ذلك ما فزناش مع مالي. مالي عاد ولينا كنخافوا الا طحنا مع السنغال او مع مصر او مع جنوب افريقيا او الجزائر، دونك غادي نطيحوا في مشاكل. دونك ملي شاف الغضب الجماهيري عليه، عاد دار الخطه اللي خصها دار شحال هادي. صافي طق 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 ابراهيم دياز مع اوناحي داروا واحد الثنائي خطير. يونس العناوي ما شاء الله عليه كيما باباه كان هو رقم واحد في التنس في العالم، يعني كان عاجبني، كان مشرف التنس ديال المغرب على مستوى العالم. او ولدو واخد الشعله، يعني حامل الشعله، يعني سي لا غوليف دو سون بير، يعني تال بير تال فيس، بحال الاب بحال الابن ديالو. سبحان الله العظيم انا ما كنديرش انسكريبت نبريباري باش نهضر عليه، كنحط التليفون كترشق ليا. كان يعني كانوا عندي ملي كنت جالس في الكافي قبيله كانوا عندي بزاف ديال الافكار باغي نقولهم في لا فيديو، وكنت عارف انني عندي والله لا فريمون ديبي دالزهايمر، وليت نعاني من هذا المشكل عندي. كيكون لي افكار كان بغي نحط شي حاجه كنلقى، علاش كتلقاو لي كندوز فيديو كنكون معصب ما كنضحكش، كتلقى اكثر من 50% ديال الافكار ديالي كيطيروا كيتشتتوا. على اي دونك يونس العناوي يعجبني ما شاء الله عليه. بحال مثلا حنا كنطرح سؤال علاش داك غانم السايس علاش باقي كتجيبوها السير الكراكي، راه صافي راجل كبير شرف، صافي الله يعاون. بون الا في اون بيل كارير، الله يعاونو، كنشكروا على الخدمات اللي قدم، ولكن صافي كل جيل وجيلو. ماشي تبقى تحط لي ديما المرابط وسايس، صافي هاد الجوج دخل واحد. نتوما عارفين عالم كره القدم اللي كتوصل 35 عام للفوق صافي فان كارير، كنهضر ما خص الانسان يحيد العاطفه. راه انت كتلعب على الدرابو ماروكان، كتلعب على الرايه المغربيه، صافي هذوك الناس داروا الواجب ديالهم وكنشكرهم، وما راهم خيرهم ما غنساو. عطي فرصه لا غولاف للشباب الصغار اللي طالعين، راه كاين عندنا لعابه حراقيه. وما تنساوش ان الحاجه الوحيده اللي طمأنتني هو اننا واخا ما عندناش اللعابه المهمين ما كانوا بحال اشرف حكيمي، ديك النظره للاصابه ديالو، واخا استرجع الصحه ديالو ما بغاش يخدموا يلعبوا في الماتش. ما عرفتش واش كتبان لكم كاميرا مزيان ولا لا، كنتمنى تكون الصوره واضحه. يعني ما لعبناش اشرف حكيمي حيت كان خاف عليه، ومع ذلك تعادلنا مع مالي. يعني الحمد لله دابا ملي رجع او دخلوا في الماتش ديال زامبيا في الدقائق الاخيره، ولكن راه تبارك الله راه دار واحد التير سيطول الجول، عجب الله الجول تبارك الله، لي كومبيتون ديال زامبيا. حبس التيره ديال اشرف حكيمي، مره كنا غنفوزوا الهدف الرابع وكان يكون هدف جميل. على اي اللي عجبني في هذه المباراه هو ان عندنا دابا جوج ديال الهدافين في المنتخب، عندنا ابراهيم دياز بثلاثه الاهداف، وعندنا ايوب الكعبي بثلاثه الاهداف، خصوصا اجمل مقصيات. هذاك السيد راه خرافي، راه خصنا نسميوه ماشي مقصيات، نسميهم كعبيات ماشي كعبيات، يعني كعبي بالمصطلح ديالنا على المغاربه هو اللي ما عندوش كعبيات، نسميهم كعبيات، يعني راه مقصات خياليه. وملي كنجي نشوف كنهبش على الاهداف ديالو اللي كيدير مع الفريق اللي كيلعب مع الفريق اليوناني اللي كيلعب معاه، راه كلهم الاهداف ديالو كيماركيو اكثرين بالمقصيات وبطريقه خرافيه. هدف اونطولوجي، اهداف اونطولوجيه خرافيه. كيشرفنا ان يكون عندنا لاعب من هذا المقاس، يعني تبارك الرحمن، لاعب واعر بزاف. ودابا هو كيتنافس هو ابراهيم دياز على الصداره، وخصوصا ايوب الكعبي، يعني غيولي ان شاء الله الا زاد كنظن باقي ليه 4 أو 5 الاهداف باش يحطم الريكور ديال الهداف التاريخي ديال المملكه المغربيه اللي كاين عند احمد فارس الله يرحمه. دابا الا زاد ماركه 4 أو 5 ما عنديش اللي عنده معلومه مضبوطه يكتبها لي في التعليق، انا ما عنديش بالضبط. كنشوف بزاف القنوات كاين اللي كيقول 4 كاين اللي كيقول 5. دابا الا وصل ليهم، وكنتمنى من وليد الركراكي في المقابلات الجايه الى صيدنا شي بيلانتي كنتمنى يعطيه لايوب الكعبي بروح رياضيه باش يباطي الريكور، باش يولي هذا الريكور ديال الهداف التاريخي ديال المملكه. المهم هذا ما كان. انا سمحوا لي ما كنبغيش ندير دي مورسو ندير كما كيديروا القنوات اللي كيهضروا على الرياضه وكيديروا دي مورسو اللي كيهضروا كيبينوا لقطات ديال الماتشات كيفاش داروا، نتوما راه كلشي شفتوه. انا داكشي ما كنبغيش نديرو حيت كنخاف لا تضرب بالكوبي رايت تو سامبلومون. انا ما كنميتريزيش مزيان اليوتيوب، راه قلت لكم انا على قد الحال القناه ديالي على قد الحال، وما كنغامر حيت انا كان شحال هذيك كنت ندير في المونتاج كندير اي موسيقى اللي ما فيهاش حقوق الطبع والنشر، ولكن للاسف ما فيهمش دغوا دوتور. ولكن للاسف كيكونوا موسيقات في دي زابليكاسيون دي ميوزيك في دي زابليكاسيون تيكونوا هكا مكتوبين ما فيهمش حقوق الطبع والنشر، ما فيهمش لي دغوا دوتور،
واحد النهار كترشق لذاك هذاك الموسيقي انه يرجع فيهم بحال الطبع. يعني واحد الوقيته شحال عندي شي 3 الفيديوهات ما جاو الحمد لله ما جاونيش انذارات، عيط تقفوا فيهم الارباح. الا سمعتوا الارباح، انا عمري ما خديت الارباح، خديتهم مره واحده في حياتي 800 درهم على 4 سنين، عاد خديت 800 درهم حيت ما تخدمش على قناتي. داكشي باش قررت اني ما عمري ما غنهز شي مورسو من شي قناه ونحطو هنا. ما كنعرفش نخدم داكشي وما كنعرفش القوالب ديالو. انا غير موسيقى ما فيهاش حق الطبع ودرتها، ضربت بها تقريبا اكثر من عام وما ما كانش فيهم لا بيلانتي لا والو. وفي الاخر من مور 4 سنين ولا فيهم حقوق الطبع، وكيجي كيتضرب عليهم داك الاس ديال الدولار كيتضرب ليا بكرو. دونك زعما ما تقدرش تستافد من هذا المقطع الفيديو، واخا تيكون من فيديو جميل وصعيب عليا اني باش نعاود نخدمو ونروتيري الموسيقى ديالو فري على الراس. تنقول صافي ندير فيديو طبيعي انا تلقائي اللي كاين على قلبي على لساني. بعض المرات كنشد الكاميرا كتحسوا بيا كنبقى نبوكي قدام التليفون، ما كنعرفش حتى ما كنكتبش افكار. عندي واحد ليفينمون هو بلادنا لاعبه وحنا مصرفين كاس افريقيا وكنا درنا احسن افتتاح، نسيت ما هضرتش على هذه النقطه، احسن افتتاح عالمي خرافي الحمد لله. كلشي عندنا زوين. كاين الجاره ديالنا كنفقسوها، راك شفتوا كيفاش كيديروا. وكما شفت بزاف القنوات تفاعلوا مع دوك الناس اللي زادوا. احنا كنرحبوا بجميع الضيوف، ما خصناش نبقاو نرحبوا مثلا الجزائر لعبه ضد السودان نبقاو نشجعوا الجزائر، ولكن راك نعقروا خوتنا السودانيين حتى هما راه عرب بحالنا حتى هما افارقه وحتى هما مسلمين. بحال داك السيد هو مرتو جايبين صينيه ديال اتاي وكعب غزال اللي كانوا ربحوا في لاله العروسه باش كتبينوا الكرم الضيافه. لا راه كتقلبوا على نسبه المشاهده. هما في الاخر شدوكم اون فوزا ماساكري، يعني شدوا المقاطع ديالكم وبينوهم الراجل لابس ديك الفواطه بحال الخادمه والمرتو رجعوها بشوميز دو نوي عاطيها الحلوه. ما شوف، رحبوا بالناس في حدود. الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. يعني ماشي تكبروا بهم اكثر من القياس. راكم شفتوا ملي كنا كنمشيو في الملعب ديالهم كنلعبوا تيقولوا المروكي حيوان عطيه البنان المروكي عطيه البنان المروكي حيوان. حاشاكم ياك سمعتوا كيفاش مشى المنتخب ديالنا كيفاش كانوا كيعيروا في الجمهور وكيفاش كلاو الجمهور العصا. وحتى الاكراهات الصحفيين ما خلاهمش يدخلوا كاملين وحنايا كندخلوهم لي زوطيل 5 ايطوال. والعجب لك حالو وناض في الاخر واحد فيهم مشى كيصور في المناطق النائيه كيصور المغرب المنسي وكيديروا. المهم لا ماشي جزائري، واحد المصري مشى صور المغاربه وهذا ودار فيه واحد المصري ديال قناه وشد داك المورسو ديالو قال لي حشومه عليك. قال لي هاد المناظر اللي كتشوف انت راه كاين في جميع، قال حتى عندنا حنا في مصر عندنا مكفس. يعني ماشي الناس دايرين افتتاح وكيفتخروا بالمناطق البنيه التحتيه ديالهم هذا، وانت كتمشي تقلب على نقاط الضعف، كتمشي للمناطق البعيده وكتصور لي الناس كيفاش عايشين وقال انا غنتبرع عليهم ونجيب لهم المنطات نجيب لهم. لا هذه كتبغي بحال كتضرب في الصوره ديال البلاد، فهمتوني. وكاين شي مغاربه عاوتاني للاسف كيلقى حاجه كيكبروها اليوم. حنا شوف الجزائريين خوتنا، المصريين خوتنا، حنا ما كنهضروش على ديك 75% ديال الناس اللي مزيانين، ولكن كاين واحد فيما مشيتو راه كاين الصالح وكاين الطالح. هما كاين شي مغاربه كيبالغوا في الكرم ديالهم. بحال كنشوف واحد السيد كيهضر في واحد القناه قال لك شي الجزائري ما كيعرفوا ما والو. داك الجزائري كيهضر قال لهم راه المغربي ما كنعرفوا ما والو، عطاني الدار وعطاني الطوموبيله بالشيفور ديالها بكلشي. وينقص داك السيد اللي داير قناه اللي كيهضر عليه قال لي اخويا انا يا مغربي ولد بلادك، وقال لي دي قناه اليوتيوب يلاه كنخلص بها الكرا بزز. قال لي هو تعامل معايا انا اللي ولد بلادك، راه كاين المغاربه اللي محتاجين. علاش هاد الجزائري لاباس عليه وتعرض عليه وتعطيه دار، ماشي دار فيلا، عطاه فيلا بالشيفور ديالها بكلشي. قال لي كنديبلاصا بالتيران بالشيفور. دابا هذا كيجيني حوايج مبالغ فيها. يعني كتشد واحد انت كنك انت لاباس عليك ميسور الحال، وكتشد واحد كنك ربما شفتيه عرفتيه عن طريق الفيسبوك او شي حاجه، عرفتيه ان عنده الامكانيات وكتزيد تعرض عليه باش كتفتخر كتبان مزيان تبين الكرامه كيف الحدود اصاحبي. او تعطيه فيلا وتعطيه طوموبيله وتعطيه شيفور. واش هادشي كيديروا هما معنا حنا ملي كنمشيو نتفرجوا ملي كتكون لاكار ولا شوفوا الشان ملي كانت الشان في الجيري كيفاش تعاملوا معنا؟ راه المغاربه كلاو العصا صاحبي. تعاملوا معاهم على راسنا وعينينا وكيف حدود وتكونوا ناتخ. ماشي نشجع الجزائر على حساب السودان، راه السودان كيشجعونا حنا وهما تقرصوا. قال لك علاش حنا ماشي خوتهم. المهم على اي كنتمنى ما نكونش طولت في هذا لا فيديو، نكون خفيف ظريف عليكم. ونتمنى ان شاء الله راه المغرب سير الكراكي راه ما نتعاطفوش معاك، لا كان راه ديالنا ما خصهاش تخرج. المهم لقد اعذر من انذر. كلشي كاع الشعب المغربي كله كيصيفط دي زافيرتيسمون. وتا جمال السلامي المدرب ديال المنتخب، لا المدرب المغربي اللي كيدرب الاردن، اللي كانوا هما اللي تلاقينا معاهم في النهائي ديال كاس العرب، راه قال لهم انا كنتنبأ بان طارق السكسيوي هو اللي غيشد المنتخب الا ما جبناش نتائج مشرفه في لاكان. يعني حتى هو اللي دركراكي كيلعب على الاعصاب ديالو، عارف راسو بانه الا ما داش لاكان راه الاوت، راه غيجريو عليه طارق السكسيوي كلشي تيحماق عليه. راجل متواضع
ما متكبرش راسو صغير، كيقيس مع الملاحظات، كياخذهم بعين الاعتبار الملاحظات ديال المغاربه، حتى وليد الركراكي فيه شويه ديال التكبر، كيعتبر راسو هو الوحيد اللي كيفهم في الكره. انت اونطرينور واعر مع احتراماتي، ولكن ملي كتشوف الشعب المغربي كله انت زعما شي حوايج ما كتشوفهمش. كتشوف المغرب 40 مليون نسمه، كتشوف اخطاء فادحه، وها الحوايج اللي خصهم يكونوا في اللعابه اللي خصهم يحضروا في التيران. خصك تحيد هذا وتحيد هذا، كلشي المغاربه تيكون حيد هذا وحيد هذا. المرابط ما بقاش لايق. كنتو صرنا وصلتوا اللياقه البدنيه، ماشي اللياقه البدنيه عنده صحيح، ما كيديرش الذكاء، كيجي في اللعاب كيدخل فيه، دوز كره اللعاب ما يدوش، ما كيديرها، كيبغي كيجري نيشان، ما كيعرفش كيفاش يدور هكا ولا يدور هكا، الحلوف هو اللي كيمشي نيشان، وكيصيدنا. هذيك المره الحكم حشم نورمالمون عطاهم بيلانتي، غنوليو حنا جوج، هما جوج وحنا واحد، غنوليو حنا خاسرين. المهم الحمد لله، راه ماشي كنظنش انه هو بغى من خاطرو، راه انا عارف وزير القجع يكون هو نزل عليها، يقول لي شوف حي ديال المراه، حي ديال يامي، قال القجع هو اللي كيحكم، الله يعزو. راه والله الا هو يكون تدخل، ما كون خلى وليد ركراكي شويه راسو قاصح بحال ديك الباب، بحال الصحراء طارت معزه، يقدر ما يحيدش مرابط وما يحيدش اليامي، يقول يامي قاصحي درتي بوك منجل، حسبتي السيد وصاحبي كلشي كيتفرج، واقيلا ما نكوفريو عليك، راه صافي ربي لا انت باين. على اي انا فرحان ابراهيم دياس، والله زعما ما شاء الله هذاك اللاعب. الريال حاقراه، ريال مدريد حاقراه، ديما ما كيخدموا، ما كيلعبوش في الماتشات الرسميه، كيديروا ديما في دكه البدلاء، يعني في الاحتياط، كرسي الاحتياط قليل في كيلعبوه. لونترينور ديال ريال مدريد ما كيحملوش. ولكن هذه الفرصه اللي عطاك وليد الركراكي راه بنتي فيها ولدي، وبرافو عليك، وزويون وظريف وديك كيما كيمشي ديالك، كتعجبني ديك الحركه ديالو. يعني هذاك غادي يولي تيتفيلق في الريال، والا كان ذكي، الا جاو عروض من الافضل يخرج من الريال، حيت اللاعب واخا يكون واعر، الا كان المدرب ما كيحملكش وكيدخل لعابه اخرين بلاصتك، ما عمرك ما غتطلع ولا ما عمرك ما غتبان. انا كنتمنى من هذا المنبر، الا بغاتك شي فرقه اخرى تكون قل من الريال، ولكن تكون عندك واحد لوبورتونيتي باش انك تلعب تيتفيلق في الفريق الجديد ديالك. خرج اخويا من الريال، حيت داك السيد ما عطيكش القيمه ديالك. دابا هنا غتزمت لونترينور ديال الريال مع المنتخب، فضل المنتخب غتبان، وغتبان واخا انت لاعب عالمي غتزيد تبان، غتبان انديه اخرى ويبغيو يشريوك. الاهداف اللي ماركا خرافيه، الطريقه باش كيدريبلي واو، تيزعزع لك الفريق، كيزعزع المشاعر ديالو. ونتمنوا هاد لاكار ما تخرجش، حنا مده ما شديناش كاس افريقيا من 1976، انا ما اظن الا كنت غلط صحوا عليا، راه ما كنفهمش الكره بزاف. واحد المنتخب لاعب خصني نهضر على الكره. وللاسف كما شفتوا رئيس ديال الكاف، رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، رضخ المطالب ديال رئيس الفيفا، قال لي تنظموا كاس الافريقيه من 4 سنين يولي بحال كاس العالم. وبزاف ملي وافق على هذه القضيه، دونك مصر ضاربه 7 الكؤوس، يعني حنا طامعين زعما نفوتوها، وانتم عارفين مصر كيفاش دارت اتخذت 7 الكؤوس، حيت بشحال هذه كانت الفيفا كتحكم فيها مصر. راك عرفتوا الخواض اللي كان شحال هذه، حيت لا جينيراسيون اللي طالعه دابا مازال، انا كبير في العمر، كبير والله. حنا عارفين مصر دات الكؤوس كلهم بالخواض، حيت كانت هي اللي كتحكم في لاكان، وما كانش هذيك تقنيات الفار، حتى تجي كيقولوها مصر واعره. نو، انا نعطيكم التاريخ ديال مصر، ما كانش الفار، ما كانش التقنيه ديال الفار بحال دابا، بالمليمتر كتعرف واش اللاعب اورجي ولا لا. ديك الساعه ما كاينهاش هي كذا ماركيتي بيت ديالك. ثانيا كان الضغط، كتضغط مصر، حيت هي اللي كان المقر، المهم اللي كان المقر على ما اظن ديال لاكاف كان عندها في بلادها، وكانت تضغط، هي اللي صاحبه القرارات، وبالتالي هي باش ربحت مصر ب7 الكؤوس. ودابا هذا القرار ديال من 4 سنين عاد تبقى تنظم، يعني صعيب عندنا باش نلحقوا على مصر اولا نفوتوها، يعني 4 سنين، يعني هذا الكاس خصنا ما نتعاتقوش معاه، على الاقل ندخلوا الريبرتوار ديالنا، الخزينه ديالنا 2 الكؤوس ديال 1975 ولا 76، تكتبوا لي في التعليق تصححوا عليا. وديال هذا العام ما خصوش يخرج، خصوصا هذه المبالغ الضخمه اللي خسرنا باش كونا اللعابه، وباش درنا الافتتاح، وباش درنا ملاعب خرافيه. عرفتي باش داك ملعب مولاي عبد الله راه تحفه، وتبنى في عام، اقل من عام، عرفتي راه يضاهي الملاعب العالميه، ما شاء الله. الله ينصر سيدنا هو اللي داير هذا العز هذا. ايوا هذا ما كان، ونتمنى تفاعلوا معايا، راه مده هذه ما دخلتش عندكم. نتمنى تفاعلوا لي مع هذه الفيديوهات باش تشجعوني، والله الا كنعكز نحط فيديوهات، وانت ملي كتشوف التفاعل ضعيف انا كنزيد، كيزيدني الاحباط. نتمنى تشجعوني وديروا لي تعاليق وديروا لي هذا والله يحفظكم وشكرا لكم وسنه سعيده، وخا ماشي ديالنا، وتحياتي، السلام عليكم.